من افضل النعم بعد نعمه الاسلام نعمه العقل يا جماعه. العقل ان ربنا سبحانه وتعالى انت عارف معنى ايه ان ربنا يرزقك الفرقان؟ انت عارف الفرقان يعني ايه؟ ان فعلا يخليك تفرق بين الحق والباطل. دي نعمه وده رزق. يفرق بين اللي هينفعك واللي هيضرك. ما تبقاش كده في غيبوبه، ما تبقاش في فتنه يعني ايه؟ تقول يا ترى هي الناس دي صح ولا الناس دي اللي صح؟ والله العظيم لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك حاجه زي دي حاجه من افضل الرزق، ان يخليك بس تعرف تميز ان ايه، طب اشتري الحاجه دي ولا الحاجه دي لما اشتريها هتبقى ضرر ليا؟ طب اشتري الحاجه دي، طب ابيع الحاجه دي. ما هو عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ ما هو الكتاب ربنا سبحانه وتعالى قال لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حاجه مكتوبه في الكتاب. قال لك ومن يعتصم بالله يهدي قلبه. ما قالش يهدي عقله، ما قالش يهدي رجله، ما قالش يهدي ايده، يهدي قلبه. لان القلب ده يا جماعه لا يعلم هي شغاله ازاي او بيدق ازاي. الدكاتره نفسهم مش عارفين كهربة القلب، الحركه اللي في القلب دي وضخ الدم دي، وهم لحد دلوقتي مش عارفين، ما يعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى هي مصدرها الروح اللي هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى غيب عندك الموضوع ده، ما خلاك تقول الكبد والمعده والجهاز التنفسي والجهاز اللي مش عارف ايه، وراح سايب لك عضو كده خلاك تلف حوالين نفسك. خلى الاطباء يلفوا ويعملوا اختبارات ويعملوا وبرضه ما وصلتش لحاجه. انت خلي بالك من قلبك، خلي بالك من ضميرك، خلي ضميرك صاحي. الحاجه اللي فيها شك ولو جنيه، ال100 جنيه لو فيها شك جنيه، لا فيه شبهه ما تقبلوش، ربنا هيمحي بركه ال100 جنيه، هيمحيها تماما. انت خلي ضميرك صاحي، خلي عندك ضمير، وخليك دايما متعلق بالله، واسعى دايما زي ما قلت لك. لو عملت ضميرك والله لربنا يفتح لك الابواب المغلقه. ما تكبرش دماغك على اي حاجه، ما تكبرش دماغك انك تسرق ده او انك تضحك على ده في حاجه او انك تضحك على ده في كذا. وما تبيعش دايما غالي، دي حاجه مهمه برضه خلي بالكم منها، لان البركه ما بتبقاش في الكتير. انا مثلا عملت الحاجه ب60 جنيه هبيعها ب 350 جنيه، طب ليه؟ ده كتير كده، دي سرقه حرام. طب هي بتنباع بكده مش مشكله يا عم، بس انت اشتريت الخامات بكام؟ انت اشتغلت فيها قد ايه؟ قيمه شغلك ده. هل لو انت خليك انت شخص بقى اللي بتشتري، خليك انت الشخص اللي بتشتري ورايح تشتري قرابز لابنك او سندباج او بتاع، والبتاع تكلفته اصلا ما تجيش 100 جنيه ولا 150 جنيه، يقول مثلا هبيعه ب 600 و700، لا ما ينفعش. لو بتصدر بره وضع تاني ليه؟ لان تصدير وفي مجهود وفي شغل. ده انا هبيع بالدولار مفيش مشكله. مش معنى كده ان حلال نسرق الاجانب، لا، هو مفيش حلال في السرقه اصلا لاي حد. ما تسرقش اي حد حتى لو كان يهود، حتى لو كان كافر. خلاص يا جماعه، بالله عليكم عايزين اللي يحركنا ضميرنا ويخلينا دايما، لان لو ضميرك صاحي صدقني يبقى انت كده فعلا قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى. الضمير والنيه، توكل على الله، 3 محلهم القلب. ماشي يا جماعه؟ فانت خلي قلبك دايما متعلق بالله. تقولش انا هتوكل على الله وانت راجل معلش عمال تسرق وعمال تخون وعمال تضحك على ده وعمال تسرق من ده، ومش في دماغك الحلال والحرام، مش فارقه معاك. لا فرق، ما انت راجل موظف مثلا او انت راجل شغال في مكان ومشيت قبل شغلك بنص ساعه ولا ب10 دقايق، لا يا حبيبي الوقت ده انت قابض فلوسه من الراجل اللي انت شغال عنده، يبقى تشتغل. لو هو قال لك امشي مفيش مشكله، هو سامح وبتاع خالص مفيش مشكله. لكن انت عايز يعني، هو الموضوع احيانا ممكن يكون بيكمن فيه فعلا في شيء من الصعوبه. ما هي الصعوبه دي بقى اللي انت بتؤجر عليه، ربنا مش هيديك اجر على حاجه سهله. ما هو مش هيديك اجر وانت نايم مثلا اما تسمع الاذان في المسجد، جو برد وبيمطر وبتاع، كسل كده تقول لا ده انا هخاف اخد برد وبتاع، انا هصلي هنا في البيت. صلي مفيش مشكله، مش حرام، بس ما تقولش انا عايز نفس الاجر اللي راح صلى في الجامع، اللي راح صلى في المسجد ونزل ومشي في الضلمه ومشي في البرد عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ما تسويش نفسك بده. توكل على الله، ودايما التوكل على الله ده مقرون بحاجات كتير جدا. وباذن الله نكمل الحلقه الجايه. معنى الحلقه دي يا جماعه انك توكل على الله، انك تروح تشتري خامات نظيفه، مش خامات نظيفه اللي هي يعني المتر ب 200 جنيه و300 جنيه لا، خامات نظيفه اللي هي معقوله كويسه، اللي هي تكون مريحه ضميرك. شفت يعني الناس دايما لما بيتكلموا مع بعض يقول لك ايه، هو انت ضميرك مريحك؟ يعني ايه ضميرك مريحك؟ اصل هو عارف ربنا سبحانه وتعالى زرع فينا الضمير ده عشان الا ما رحم ربي، يعني مش عشان هو الضمير ميت عند ناس كتير جدا مفيش مشكله، لكن هو في ناس ضميرها مش مريحه، ما ينامش لو سرق حد او خان حد او عمل كده، ما يقدرش ينام. تبص تلاقيه قاعد دماغه بتتعصر انه اذى فلان، انه اذى علان، انه عمل كذا، ضميره مش رايح. يعني مش هينام. حتى لو نام دماغه هتنفجر على الصبح. ليه؟ لانه هينام بيفكر، هيجيله احلام، هيجيله كذا، خلاص ممكن يجيله كوابيس كمان من الحاجه اللي هي مش مريحه دي، الا لما يروح ويخلص الحاجه دي، الا ويحط الامانه اللي خدها دي يديها للناس. فعلا الامانه دي يا جماعه، الضمير توكل على الله، والامانه دي كلمه كبيره جدا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها علامه من علامات الساعه. قال لك ايه؟ قال لك اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. معنى ان انا مامنك، الراجل مامنك بيديك
فلوس وبتشتغل يبقى تشتغل يبقى تطلع الحاجه بضمير. مثلا انت بعد ما اشتغلت الحاجه مثلا جيت لقيت الفتله مريحه، لقيت الفتله مثلا في مشكله مع الشغل او الضربه والحاجات دي مثلا هيحصل لها فتح في الخياطه او حاجه، طب ليه تبيعها؟ لا ما تبيعهاش، كنها وربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليك من غيرها، بس ما تبيعهاش وانت عارف ان هي فيها مشكله. بس يا جماعه باذن الله نكمل الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.